السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا حبايبي كويسين؟ يا رب يكونوا بخير وسلام إن شاء الله. اللهم آمين. إيه رأيكم في الوضع اللي قدامكم ده الحلو اللي يفتح الناس؟ الله يخليكم ويسعدكم ويهنيكم. إيه رأيكم؟ مش حلوة كده وتمام؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، تستاهل بكم. شفت الجمال والحلاوة؟ لو شوفوا قرنين الفلفل اللي اتحطه، يلا بس شوفوا جميلة ازاي، بس مولعة عاد. بسم الله ما شاء الله. عارفين لو مش مولعة تطلع التركمة مهيفة منها، سفسوفة كد جديتي. ويلا مع بعضنا. شفت المقدمة بس شفتوش ايه هنعملها بيه وايه طريقتها. هذا هنسلقها، وانتوا طبعا عارفين المكرونة عتسلق وعتسلق وعتعملوا، مفيش احسن منيكم. بس ايه هنعملها بحاجة يا رب يكون هتعملوا زيي، او ما اللي عملش زيي هيعمل زيي وهتعجبه وحلوة وطعمة وجميلة وزي الفل. واهم شيء انتوا كويسين وبصحة وكويسين والحمد لله. يا رب دائما يديمها علينا وعليكم الصحة والعافية وهدوان السر وراحة البال. اللهم امين يا رب العالمين. ويكرمنا في مالنا وفي عيالنا في كل شيء غالي على قلوبنا يا رب. ادي حطيت 4 معالق ونص دقيق ونحمرها. وانا عنقص وكل الطير جابوا لي ربطة حشيش، قلت خلينا نقصها له ونحطها على الوز، عمل العمايل على الحشيش. وايه نخليها تتحمس شوية وناخد وندي فيها لغاية ما ايه بالايه عاوزينها تبقى حمرة شوية، حمرة مسفرة براحتكم. وهذا حطيت لها ايه المية، عندكم شوربة حطوا، عندكم لبن حطوا. بس انا بعدين عندي لبن جاف، رحت حطت لها ايه معلقة لبن جاف وبرضي زي الفل، ما فيش مشاكل. سايل لبن جاف شوربة حطوها، واللي يحب فيها طعم المرقة يحط براحته. انا يعني بصوا انا وريتكم الفكرة. اول شي حطيت شوية المية، وانتوا بعد كده براحتكم زي ما عاوزين تعملوا. عاوزين تحطوا اي حاجة حطوها، بس يكون حلوة وطعمة. وهي اصلا هدمت الدقيق تحمس هيبقى ريحته جميلة جمال. وتحط التوابل، وده حطيت له ايه ناخد وندي ونحط له. وحطيت له بعدين ايه، حطيت له كوباية، حطيت معلقة لبن جاف وزودت برضه تاني مية. عشان تحطوا عليها شوربة حطوا الموجود عندكم اعملوها، وكده كده تمشي. اهم شيء نفسكم في الحاجة الحلوة، ودمت انتوا هتعملوها بنفس راضية وحلوة هتطلع ما فيش احلى من كده. ادي حبايبي البشاميل اللي خلصنا مني، والله قصيته ده نرميه للطير، خلي ايه يهجم شامم ريحة الحشيش عامل العمايل، خليه يريح. ادي ونبقى ايه نكمل الباقي ده. وبصلتين حلوين كده زيكم، ايه نغسلهن، وبعد ما نغسلهن هنقطعهن وتشوفوا. بس هتعملوا زيي ولا مش هتعملوا زيي؟ انتوا هتعملوا بشاميل بس كل واحد وايه وبطريقته يعني. انا هنعمل لكم بشاميل هتعجبكم صح. واني يعني عاملاها مش كتير وصواني كتيرة، يعني عاملة ايه البصلتين دي الحمد لله كويسات لين زنات. عشان انا نحب ايه، وفي ناس عاد تحب ايه على بسيط، كل واحد براحته. بس انا نحب نكتر البصلة نزودها، والصلصة نزودها اللي هي عصير الطماطم، عشان انا نحب نعملها ايه، نحب نحطها في اكتر حاجة، نحطها في ايه في المكرونة كلها، عشان المكرونة تبقى حلوة وتاكليها كلها. مش نحط في القلب بس ناكل من القلب وما ايه، ونسيب المكرونة اللي شكلها ابيض وتبقى ايه بيضة كده. لا 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 انا مريتش كده، تبقى بيضة كده ومش حلوة، مش هتبقى حلوة. لكن لما نعملها كلها كده نخلطها كلها في الصلصة تتاكل وتبقى زي العسل مش هتقعد. ونسيبها تتصفى ونروح نشوف اللي ورايا ايه بقى. ادي حبايبي
والواحد يقلب في بيته، يقلب في مصلحته دي، ويقلب هنا ويقلب هنا، ويشوف دي ايه تتعمل، ونعملها عكسها، وما نوقفش على حاجة. مش عشان ما عنديش مثلا النهاردة لحمة مفرومة وما لقيتش حد يروح يجيب لي حنوقف. لا، عندكم صدور فراخ حطوا، عندكم البصوا مشوا حالكم. انا النهاردة حنعملها لكم بيه، حتشوفوا، حنقول لكم. يمكن هتعملوها زي، بس انا حبيت نعملها معاكم بالطريقة دي. يعني انا هنعملها بكل الطرق، بس المرة دي عملتها كده، بس عملتها قبل كده، ونشوف الحلو ونعمله تاني. نطلع لكم مش حاجة المكان انا مجرباها وضايقاها ولقيتها حلوة، لا نزيع. ما لقيتش حلوة، لا غشش حد، عشان ما حدش يقول له خسرتني وما خسرتنيش، ولا يزعل مني ولا يتضايق. فانا نعمل الحاجة ونذوقها حلوة، نزيع. ما فيش حلوة ولا عجبتنيش، لا، وكلناها وحلوة، بس برضي ما عجبتنيش شدتنيش خلاص، لكن انا حلوة وعجبتني وشدتني وزي العسل. سبب ما انا ايه حنعملها دلقيت معاكم. ايه عاملين يا حبايب؟ كويسين؟ الله يسعدكم ويهنيكم. اللهم امين على الكلام الحلو اللي هتقولوه كل يوم. نقول عشان ليه كل يوم بسطيني، كل يوم مجددين، كل يوم مفرحيني. واحلى حد واحلى ناس في الدنيا انتو، اللي ربنا كرمني بيكم. واحلى حاجة من الحبايب اللي هيبعتولي، اللي هيقولولي وادعي لنا. يعني انا مش شيخة، بس انا اقول لكم ادعوا البناتنا كلها اولادنا بالسترة وبالامان، ويبعد منيهم اولاد الحرام وبنات الحرام. الله يكرم كل بنت حبيبتي بنتي بالسترة وهدوان السر. وهتفرحوني لما تقولوا لي على الحاجات اني قولي لنا وربنا يكرمنا يا رب يكرمكم ويسعدكم ويهنيكم ويستركم. اللهم امين. وعندي ايه شطة وحنحطها هذا الوقت ده، الفلفل، اللي يقول فلفل اللي يقول شطة. كل كل بلد مسمياتها، بس كل نتيجة واحدة، وكل الموضوع ايه في الاخر فلفل او شطة. يلا يا حبايبي، يعني في ما فيش كمان مش هتوقف. انا في مجرد هتديني ايه الطعم. بس على فكرة يا بنات، اللي تدي طعم احلى ونفاذ الفلافل الطويلة اللي لونها دي مصفر دي هتبقى قوية وطعمها رهيب على على الخضرة هنية الحشية ادكي. وكل حبايبي في الآخر زي ما تقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا كده هيحط البركة في أي حاجة ويحليها، والحمد لله. ادي حبايبي نقلبها قلبتين. ايه رأيكم في ده؟ انا نركن يا حبايبي الكبد والقوانص والقلب ونركنه. لقيتهم كمية حلوة وكمية حلوة صح. قلت لا، هنسلقها ونطيبها، وبعد ما نسلقها ونطيبها عملت البصلة ونزلتها فيها بالفلفل. ايه رأيكم؟ مكرونة بشاميل عسل عسل بالكبد والقوانص. والله وجرب وعلى مسؤوليتي. نقولكم نعملش حاجة المكان جربتها ولقيتها حلوة، يبقى خلاص ده هنعتمدها حلوة، وتعملوا زي ما انا هنعمل، وهتدينا اكلة حلوة وحاجة حلوة وحاجة جميلة وزي الفل. يعني انا هنعمل كل البسيط. هل معقول ان يعني الواحد ما عندهاش ومش هيجيب فراخ؟ اللي مش هيجيب يعمل بصدور الفراخ، يغير، مش على طول باللحمة المفرومة وادي. ولا كل حاجة تمشي بالرضا النفس والحلاية الحلوة. انا ايه تلهيت على فكرة، تاخدوش علي. حطيت من الصلصة في البشاميل. هنحب لونها هيبقى كده بامبا كده حلو جميل جميل. لما هنحط لها معلقة من الصلصة هيبقى لونها الصراحة جميل على الآخر. برضه براحتكم،
انا نحب كده، يمكن تحبوها انت على كده ساده، تحبوها على كده ما تحطوش فيها معلقه الصلصه. بس حطوا معلقه الصلصه وجربوا حتشوفوا جمالها. ليه هتديني لون جميل لما تخش الفرن، هيبقى اللون فيها فعلا فعلا، اللون هيدي احمر حاجه تانية كده، حلو كده. ادي وحطيت كل التوابل اللي عندي والتوابل اللي عندكم وتحطوها، نخليها تختلها شوية كده تكتيكة، وهتبقى ايه، تاخد من ايه، طعم الصلصة، طعم الطماطم وطعم البصلة اللي هي الصفرت. لقيت انا هنسحبهن ونطلعهم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني معبين للسحن. هناخدهم كلهم اللي حطيتهم عشان ياخدوا الطعم. وممكن كان حطيتهم على كده، لكن حطيتها كده للأحلى، شربت شوية من الصلصة وادت طعم تاني كمان، وكده زادت شوية، فشرت كده يعني بمعنى أصح. وهتشوفوا جمالها، بسم الله ما شاء الله زي العسل. وبرضه براحتكم، لا هتقولوا مثلا لا ايه اللي هتعمله ده ما حابينهاش، براحتكم، بس جربوا ومش هتخسروا، وبالعكس هتاكلوها وهتدعوا لي، وهتجيكم زي العسل. اصلا انا عاملاها. الله يخليكم ويهنيكم حبايبي. اه شفتوا ايه جميلة ولا لا؟ وهنشوفها برضو ونحط تاني، وده ايه، هنخلطها زين زين مع في بعضها، وهتبقى زي الفل. وعلى فكرة عشان ما ننساش حطيت مرقة دجاجات فيها، ايوه عشان تديها طعم كمان. ادي ونحن ايه نقعد نشوف نجيب حليها واعطيها وكلها من هنا ومن هنا. ادي حبايبي، وحنشوف حياجها دلوقتي ايه، وتبقى تاكلي فيها وزي الفل. وحطيت كل الباقي، ونعمة ورضا والحمد لله، وأكلة جديدة وحاجة حلوة وجميلة وزي الفل. لما تركنا حاجة ورقة فاكي هتجيب لك أكلة حلوة وجميلة، وانت هتحبوها وعيالكم هيحبوها. بس هم اصلا بس الواحد يقولوا له بشاميل ما عرفش ايه اللي فيها من اللي ما فيهاش بصراحة. اياكلها ويحبها من منظرها ومن شكلها. وانا حطها كلها مخليها كلها الطعم هنيها واحد. حطيت اللحمة مع حطيتي لحمة، حطيتي كبد، حطيتي كوانص، هتحطي اللي تحطيه، عشان انا كلها خليتها طعمها واحد. كفاية على كده، لو كلتيها على كده ادي ادتني سحن ولا لا. اه شفتوا جمالها. ونحط هذا حبايبي هنا وهنا لغاية ما ايه، في كل نوزعها في كل الجوانب. وادي والله وجميلة جمال. بس ايه، انا حطيت لها يمكن انا خدتش بالي او في التصوير ما طلعش، عشان نبقى صريحة معاكم. انا حاطة مرقة هتخلي الحاجة لها طعم تاني، ولو ما حطيتوش عادي ما فيش مشاكل. ليه؟ عشان هي حلوة مش ناقصة. ادي ايه رأيكم؟ مش حاجة حلوة وجميلة وبسيطة؟ اه ونحط عليها شوية اللي قاعدين، وبألف هنا وشفا بإذن الله. يا رب يا ربي تطلع لما تعملوها وتجربوها، ويمكن عملتوها حلوة. وانا عاوزة ايه غير اني نعمل الحاجة حلوة وتدعوا لي. الله يسعدكم يا رب ويهنيكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. تجيبوا يوم كده ويوم كده، مش نجيب الحاجة نرصها بالمرة وناكلوا فيها كذا يوم و... ونقول نوفر، وقالوا ما نوفروش. لا يا حبايبي، الوفير لما تعمل الحاجة وتجيبيها على كدها وتعملها على كدها، واليوم التاني تجددي وسايبه بكرة لبكرة، ربنا ايه يرحمنا برحمته. اه صنتين حلوين وزي الفل، وتاكلوهم تكفي أسرة كبيرة بسم الله ما شاء الله. وهتشوفوا جمالها كمان لما هتطلع من الفرن، جميلة جمال. وانتوا قديمة هتتقبل الحاجة، ويعني ونفسكم ان تعملوا الحاجة، صدقوني لو كان مش حلوة هتبقى سبحان الله، ربنا يحليها ويحليها اكتر على قد تعبكم ومجهودكم فيها. اه
ونسويها وتمام التمام ونحطهم في الفرن، وحتشوفوهم هيطلعون زي الورد. اصلا دي طايبة ودي طايبة، ومش هتاخد معايا اصلا كتير. مشغلة الفرن تحت وفوق. ايه رأيكم؟ بس على فكرة معلقة الصلصة اللي هتاخديها من اللي عملتيها هتحطيها في البشاميل، هي اللي هتدين اللون ده. بس على فكرة والله مظلومة، الكاميرا فعلا ظلماها، هي لونها جميل جميل أحلى من كده. بألف هنا وشفا. وبنوتي الله يخليها له ويخلي لكم، راح جبت قرن شطة وحطت، قلت لها ايه ده غد، والحمد لله. وحشوفي جمالها، وحامية والسخنة مولعة، بس لما تستنى عليها شوية وتروح تتركوها هتبقى ايه مدقرة. يعني هشوفوا حتى واخدين بالكم، مش مدقرة من وسطاني كده، تحسيها سايحة نايحة. شفتوا؟ وبألف هنا وشفا حبايبي، وهذا نشوف نحط الطبق ونشوفوها مدقرة في الحتة دي. بألف هنا وشفا، الله يسعدكم ويهنيكم. مع السلامة حبايبي، ألف سلامة.